لو عايزه الكيكه خفيفه وهشه وتضغطي عليها ترجع تاني زي السفنج، تعالى اقولك تعمليها ازاي. في الاول كده هتجيبي كوبايه دقيق ومعلقه صغيره مليانه بيكنج باودر ورشه ملح، ويا ريت الدقيق يكون منخول، وتقلبيهم مع بعض وتركني الدقيق على جنب، وتجيبي حله صغيره تحطي فيها نص كوبايه لبن ومكعب زبده وترفعيهم على نار هاديه لحد اللبن ما يسخن. وفي طبق غويط تكسري بيضتين ونص كوبايه سكر، وبالمضرب السلك اليدوي تخفقي كويس مع معلقه صغيره فانيليا سايله او كيسين فانيليا باودر. بس قوي عضلاتك واخفقي حلو لحد الخليط ما يبقى كريمي وبلون فاتح. لو مش هتقدري على المضرب اليدوي يا ريت تستخدمي المضرب الكهرباء. وتنزلي بعد كده بربع كوباية زيت وتقلبي تقليبتين تلاتة، بعد كده تنزلي بالدقيق وتقلبي برضو تقليبتين تلاتة اربعة لحد الدقيق ما يختفي تماما. بعد كده هنجيب نص كوباية اللبن اللي سخنت على النار كويس بس ما سيبناهاش تغلي، احنا عايزين اللبن يسخن بس. وننزل باللبن والزبدة بعد ما سخنوا كويس قوي على الخليط، ونقلب برضو تقليبتين تلاتة اربعة، ونصبهم في قالب مقاس 24 متبطن بفرشة زيت وشوية دقيق، ونخبطه خبطتين وندخل القالب فرن سخن جدا مظبوط على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس. والقالب السكر ده هيقعد معاكي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة، وهتاكلي أحلى كيك خفيفة وهشة زي السفنج. تضغطي عليها ترجع تاني، جربيها وادعيلي.